ويا منارة الجنون من أجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون والمشاهدون الكرام، نحييكم مع حلقة جديدة من برامج قضايا أريتريا. وفي هذا اللقاء يتجدد بنا وعبر شبكة السلام الفضائية أن نلتقيكم ونحن في ختامات شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن ختامه كما وفقنا لحضوره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام المباركة علينا بالقبول وبالرضوان من الله عز وجل. في بداية لقائنا هذا بكم يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن سلمان، فليتفضل. أهلا وسهلا، مرحبا. المشاهدون والمشاهدات الكرام، حياكم الله. نحن نسعد دائما وأبدا من خلال هذا البرنامج أن يكون ونحن في شهر القرآن العناية بما تدل عليه مجالس القرآن والقيم والأخلاق التي نستقيها من كتاب الله عز وجل. فإن شاء الله تعالى سوف يتم مدارسة الموضوعات تحت عنوان رمضان واستدامة التقوى. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية بإذن الله فيها من المدلولات على استدامة التقوى كما في رمضان وفي غيره من الشهور. إن شاء الله تعالى يتم محور الحديث في هذا الجانب في افتتاح لقائنا هذا. فليتفضل فضيلة الدكتور حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يدخره لنا تبارك وتعالى يوم العرض عليه. لا شك أن ختام رمضان يجعلنا نستوقف كثيرا مع غايات الصيام، سواء كان غاية التقوى وغاية الشكر وغاية الرشد وغاية المراقبة وغاية التحرر من النزعات أو النزوات الشخصية. كل ذلك يجب على الإنسان المسلم أن يستحضره وهو يودع هذا الشهر. ولكن الآية الأولى في آيات الصيام التي تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا وضحت الآية الأولى بأن المقصد الأسمى للصيام هو أن يربي الناس على اتقاء ما حرم الله تبارك وتعالى. ويأتي هذا التدريب هذا الكورس العملي في شهر رمضان لمدة شهر كامل. أنت لا تتقي المحرمات فقط، ولكنك تتقي ما هو حلال من المآكل والمشارب والعلاقات بالنساء كأزواج. وبالتالي هنا إذا كنت تتقي الله تبارك وتعالى فيما هو حلال لك ضمن ساعات معينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنك أن تتقي الله تبارك وتعالى فيما هو أكثر من ذلك من باب أولى. ولذلك الآية حقيقة من الآيات العظيمة الكبيرة التي تبين أن الإنسان في هذا الشهر المبارك لا بد أن يتعلم مسألة الاتقاء. والاتقاء هو أن تجعل بينك وبين ما هو ممنوع وبين ما هو محرم وبين ما هو منهي عنه وبين ما هو يسخط الله تبارك، أن تجعل هنالك تباعد بينك وبين، فلا تقترب منه بل تجتنبه وتتركه. مسألة التقوى حقيقة من المعاني القرآنية الكبيرة جدا التي تأتي في سياقات كثيرة، فيجعلها الله تبارك وتعالى تارة بأنها الشرط الأساسي لدخول الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وتارة يجعلها الله تبارك وتعالى بأنها في مقابل العدوان. يعني الله تبارك وتعالى لما قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل من لا يتقي الله تبارك وتعالى فهو معتدي، وسبب الاعتداء أنه يقتحم محارم الله تبارك وتعالى دون توجس ودون خوف من الله تبارك وتعالى. وبالتالي هنا مسألة التقوى لها كما ذكرنا دلالات كثير، لكن أهم ما ينبغي أن يستحضره الإنسان هو أن التقوى تشمل كل المحرمات،
يعني اتقاء كافة المحرمات التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتقيها وأن نتركها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يورد أحيانا التقوى مع الإيمان، ويقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكأنما الجانب الإيماني هو فيه كل ما يتعلق بالواجبات، والجانب بتاعت التقوى فيه كل ما فيه من المحرمات. وبالتالي مسألة التقوى التي أراد الله تبارك أن نتدرب عليها في الصيام هي في حقيقتها امتناع. الاتقاء هو امتناع، والامتناع يبدأ من أنك تترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في الصيام. مثلا قال والله لا تشربوا لا تأكلوا، لا، اتقينا ذلك وابتعدنا عنه طوال المدة التي حددها. المهم عندنا الآن هو ما بعد رمضان. إذا كنت والله أخذت دورة كاملة في الاتقاء، أنت كنت في حالة تقوى في شهر رمضان من خلال الاتقاء لما حرم الله، من خلال الاتقاء لما نهى الله عنه، يبدأ بعد ذلك كأنما الله عز وجل يقول لك والله هذه التقوى يجب أن لا يكون زمانها فقط ينتهي مع إيه؟ مع شهر رمضان، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتقيه على أي حال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى أن الإنسان يتعاهد نفسه بعد ذلك، يذكر نفسه بأنه والله كان يمتنع عن الحلال طاعة لله، فكيف لا يمتنع عن المحرمات الحقيقية اليقينية وقد حرمها الله سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. ده الدرس الأول حقيقة الذي لا بد أن نلتزم. الدرس الثاني هو أن التقوى مقامات. نعم. وعندما أقول التقوى مقامات، المقامات دائما كسبية كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله. المقامات كسبية بمعنى يمكن أن يتحصل الإنسان عليها من خلال العمل والكسب. فالتقوى مقام من المقامات الكسبية. والمقامات الكسبية هنا التي أعنيها هو أن الإسلام مقام، والإيمان مقام، والإحسان مقام. يعني الإسلام كله يقسم إلى هذه المستويات الثلاث. التقوى نلاحظ أنها تتدخل في هذه المستويات كلها. فيمكن أن نقول بأن هنالك ما نسميه تقوى الإسلام، وهنالك ما نسميه تقوى الإيمان، وهنالك ما يمكن أن نسميه تقوى الإحسان. جميل. فتقوى الإسلام هو الدخول إلى دائرة الإيمان والتسليم المطلق لله تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله. مجرد أن الإنسان خرج من الكفر ودخل في الإسلام حقق تقوى إيه؟ حقق تقوى الإسلام، وبالتالي هنا استحق أن يكون من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحد الأدنى. فكأنما الآية التي تقول تلك الجنة التي نورث من عباده من كان تقيا، أنه من لم يحصل على تقوى الإسلام لا يدخل الجنة، وبالتالي سيكون من أهل النار ولن يحظى على جائزة دخول الجنة. المسألة الثانية هي تقوى الإيمان، وهذه أعلى بكثير من تقوى الإسلام، ولكنها دون تقوى الإحسان، وهو أن يكون الإنسان من أهل الاقتصاد. أهل الاقتصاد معنى ومنهم ظالم ومنهم مقتصد. ما المقتصد هو الذي اكتفى بالواجبات وانتهى كذلك عن المحرمات، لكنه لا يذهب كثيرا في ترك المكروهات أو الإتيان للمستحبات، ولكنه ما أمره الله به يؤديه، وما نهاه عنه وحرمه عليه يجتنبه، وبذلك حقق إن شاء الله تقوى إيه؟ تقوى الإسلام. وهنا سأقف مع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. هنا كأنما والله أعلم الله عز وجل يريد منا أن نحقق هنا تقوى الإيمان وما فوقها. لماذا؟ لأنه مجرد أن قال لنا يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن احنا تقوى الإسلام تجاوزناها. جاوزنا تقوى الإسلام، وبالتالي سندخل في تقوى الإيمان. بل ربما تدخل أنت إلى رمضان بتقوى الإيمان، يفترض أن تحصل تقوى إيه؟ تقوى الإحسان. هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن لو فرضنا أنه والله واحد ما بلغ حتى تقوى الإيمان، ينبغي أن على الأقل تكون دخلت في بعض أنواع تقوى الإحسان. يعني لا تخرج من شهر رمضان وأنت فقط مكتفي بإيه؟ بكما كنت. يعني أنت دخلت مؤمن إلى الصيام، يجب أن تخرج محسن من الصيام. والله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان درجة زائدة عن التقوى. تقوى الإحسان هو أنه أدى الإنسان حقيقة الإسلام بالخروج من دوائر الشرك والالتزام بأصل الإسلام والتسليم المطلق لله تبارك وتعالى، ثم دخل في تقوى الإيمان باجتناب المحرمات والتزام الواجبات. لكنه في تقوى الإحسان أول قاعدتها أن تعبد الله كأنك تراه. اليوم يسميها الشهود أو الشهادة. وهذه الشهادة صحيح أن الله تبارك وتعالى لا نراه في هذه الدنيا، ولكن يقول لك تعامل وكأنك إيه؟ كأنك تراه.
هذا طبعا مستوى عالي جدا من التقوى، ويدخل إليه الإنسان بمقام من المقامات. يعني عندنا الإسلام مقام، الإيمان مقام، الإسلام إيه؟ الإحسان مقام. فإذا أدى الإنسان هذه المقامات، مقام تقوى الإسلام، ومقام تقوى الإيمان، ومقام تقوى الإحسان، حينها بإذن الله تبارك وتعالى ينتظر ما يسمى بالتحلية. التحلية وهو الهبات التي يمنحها الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، وهذه طبعا فيها لذة خاصة يستلذ بها الإنسان، ويذوق طعم الإيمان، ويذوق طعم التقوى، ويذوق طعم القرب من الله سبحانه وتعالى. وإن سأل سائل هل في ذلك طعم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 من كن فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة لا يذوقه إلا من يعني دخل في هذه المقامات، وإذا حقق هذه المقامات فلينتظر الهبات الإلهية وهي الأحوال. فالطمأنينة حال، والرضا حال، والسكينة حال. هذه كلها يعني الله تبارك وتعالى يهبها هذه الأحوال، يهبها لمن أدى المقامات الكسبية إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، هذه يعني الإضاءات وهذا الإيضاح لما ينبغي أن يكون عليه الصائم في استدامة تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لنا حقيقة أن المؤمن والمسلم يعني قادر على التغيير، وأن له إرادة، وأن له حقيقة قدرة على أن يعني يقف حيث أمر الله عز وجل أن قال له قف. ومن هنا نهمس يعني حتى من ابتلي ببعض العادات، يعني مثلا الضارة وكذا، أنه يعني كالتدخين مثلا، ناس يعني يقول لك يصعب عليه وكذا، لكن في رمضان قدر وبقي على هذه الصفة الطيبة، وعلى مجانبة والابتعاد عن ما يضره يعني هذا الشهر الكامل. فليكن يعني هذا الدرس مستصحبا عنده طول حياته، أنه قادر متى ما يعني عزم واستعان بالله أن يداوم على ما يعني ينفعه ويتجنب ما يضره. ونحن نقف مع القيم والأخلاق التي نستقيها من شهر رمضان ومن خلال آيات الله البينات. كذلك الصدق والأمانة مطلوبة في حياة المسلم، ومن القيم التي ينبغي أن يؤسس لها ويعني يقوم عليها ويسير عليها. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وربنا عز وجل يقول: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وقفة حول ظلال هذه الآيات إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم. هو حقيقة موضوع الصوم من ضمن ما يلزم أن يتدرب عليه الإنسان كما ذكرنا ترك المحرمات والتزام الواجبات، ومنها من هذه الواجبات مسألة الجوانب الخلقية، كيف أن الإنسان يتخلق بالأخلاق الطيبة ويترك الأخلاق السيئة أو السلوكيات السيئة. ومسألة الصدق تكاد تكون من القيم التي ركز عليها هذا الدين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومعنى ذلك الله عز وجل يقول لك والله يجب أن تكون صادق لتكون أنت مع الصادقين، وإياك والافتراء، افتراء الكذب، خاصة افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وهذه طبعا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فالله تبارك وتعالى الذي يقول: الذين يفترون الكذب ويختلقون الأكاذيب ويلصقونها على الأبرياء. يختلق أحيانا كذبة تجاه شخص مثلا يقصده أيا كان من المسلمين، ثم يظن بأنه استطاع أن ينجح في إسقاطه مثلا بهذه الأكاذيب. فالله عز وجل ينفي عن هؤلاء مسمى الإيمان، يقول: يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق هو التزام حقائق الأشياء. الصدق في حقيقة هو التزام حقائق الأشياء، ولذلك من معاني الحق الصدق. فأنت عندما تلتزم الحق التزمت الصدق، وعندما تلتزم الباطل التزمت الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والآخر: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا نحن مما نتخلق به في آداب أو في أخلاقيات الإسلام التي نستفيدها من هذا الشهر، وأن الإنسان في الشهر عليه كما أنه يمتنع عن المآكل والمشارب، لكنه يمتنع كذلك عن المحرمات الأخرى مثل الكذب،
أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى. يعني في قضايا الآن أنا أريد أن أقول بأن تكلمنا عنها كثيرا فيما يتعلق بإهدنا الصراط المستقيم، وهو المحرمات التي جاءت في قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا بالله، بر الوالدين، قتل النفوس، ترك الفواحش، هذه كلها. ثم قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما. فالذي يلتزم بهذه الكليات الكبرى التزم في حقيقة الأمر بالأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة، والتزم مثلا بموضوع ترك التطفيف في الكيل والميزان، اللي هو أن يكون الإنسان فيه جودة. وكذلك أيضا يلتزم الإنسان بالعهود والمواثيق، وألا يخون عهوده ومواثيقه إلى غير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى. على كل الإسلام من خلال شعيرة الصوم يعلمنا أن المسألة ليس امتناع عن الطعام والشراب فقط، ولكن الامتناع كذلك عن المعاصي الأخرى. ولذلك ذهب بعض المتصوفة وبعض العارفين عموما بعلم السلوك بأنه والله من ارتكب هذه الأشياء الفقهاء عندهم لا يفطر، يعني لا يبطل صومه، ولكن عند أهل السلوك وعند أهل الأخلاق هذا أسوأ من الذي يأكل ويشرب، وقد يبطل صومه عند الله سبحانه. صحيح الفقهاء يشتغلون بظاهر الأشياء، إنه والله عشان نحكم بأنه أنت أفطرت ولا موضوع الأكل موضوع الشرب، لكن الأهم من ذلك الامتناع عن المحرمات. سبحان. فما الفائدة إنك أنت والله ممتنع عن أكل وشراب وهو حلال، وأنت ترتكب فيما حرم الله تبارك، هذا متناقض على كل. ولذلك لا بد من الدروس العظيمة والمهمة جدا إن شاء الله، هو أن نخرج في هذا الشهر أيضا بالصفات الطيبة والأخلاقيات الحميدة، ومنها صفة الصدق، وأن نربي عليها أنفسنا وأن نربي عليها أبناءنا. وعندما يكون الإنسان صادقا سبحان الله سيكافأ عند الله سبحانه وتعالى بأن يكون صديقا، والصديقية تأتي مباشرة بعد بعد مقام النبوة، نبيين والصديقين، مش كده؟ نعم. ولكن لن يكون ذلك إلا بأن تصدق وتصدق وتصدق وتتحرى الصدق. سبحان. يعني بعض الناس هو قد يصدق في الأشياء الظاهرة، لكن قليل التحري، قليل التحري، فعدم التحري يجعله أحيانا يقع في الكذب. لكن الشريعة تريد أن تقول لك والله لا، أنت ارتقي في مقامات الصدق إلى أن تكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا. بارك الله فيكم على هذا الإيضاح في أن الإنسان يكون بإذن الله صديقا صادقا أمينا على تعاملاته مع ربه ومع الخلق. ونحن نسير قدما في إيضاح القيم والأخلاق. يمر معنا أيضا العفو والصفح، وهذا الشهر حقيقة ينبغي المؤمن أن يكون فيه قلبه سليما، قلبه متسامحا، ويقدم على هذه الصفة الحميدة. وربنا عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. دائما وأبدا الإنسان يعني حقيقة يسعى إلى هذا الخلق ويتحمل يعني من أجل هذا في إن شاء الله حتى تطيب العشرة مع الخلق. لأنه إن لم يكن عفو وحصل حقيقة التحامل والانتصار للنفس، لا شك أنه يعني يؤثر هذا عليه وعلى الآخرين أيضا. وبالصفح والعفو تطيب العشرة وينال الأجر من الله عز وجل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي إن شاء الله المعاني الجميلة التي نحب أن نسمع في هذا الباب منكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للعفو والصفح والتسامح هي من أخلاقيات الإحسان، وهو فضل، وهو فوق العدل. لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم ذكر في سورة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهنا لاحظ جزاء سيئة سيئة، يعني الذي أساء إليك أن تسيء إليه كما أساء إليك عدل، لا أحد يقول لك والله. لكن الله تبارك وتعالى يريد منك فوق العدل في موضوع العفو، يريد منك فوق فوق أنك والله تأخذ بحقك كده. نعم. مثل ما حدث ما ذكر الله تبارك وتعالى في أواخر أيضا سورة النحل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، مش كده؟ فلذلك الله تبارك وتعالى يحثك على الصبر ويحثك على العفو. وإذا أيضا أردت أن تأخذ بحقك عندك الحق في ذلك، لكن يقول لك هذا مقام يمكن أن نسميه مقام تقوى الإيمان. الذي يريد أن يأخذ حقه ما فعل شيء لأنه ما ارتكب محظور،
فهو متقي الله تبارك وتعالى في أنه ما تجاوز. لكن أحيانا إذا مثلا شخص والله لطمك على خدك مثلا، الشريعة تقول لك والله يمكن أن تلطمه على خده فيكون ذلك عدلا، لكن إذا تسامحت فذلك هو الإحسان. طيب، وإذا لطمته على خده الأيمن والأيسر فصار ظلما، مش كده؟ صار ظلما، والله تبارك وتعالى حرم الظلم على عباده. فعلى كل الإسلام يشدك دائما إلى المعاني إيه؟ المعاني السامية التي يكون فيها الإحسان، بمعنى الإحسان مع الله والإحسان مع عباد الله. الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فلا يحصل هنالك أي تشويش في عبادة الله تبارك وتعالى. الإحسان إلى الخلق هو أن تتخلى عن بعض حقوقك التي أنت يعني تستحقها، ولكن هذا العفو أيضا حتى لا يفهم في إطار المذلة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نكون أعزاء، الذين إذا أصابهم البغي هم إيه؟ هم ينتصرون. فلست أنت مطالب بأن تكون ذليلا أو أن تكون والله لا تأخذ بحقوق، لا، أحيانا عندما تصل إلى مستوى من المقدرة وعندك القدرة أن تنتقم، في هذه اللحظة سبحان الله يأتي العفو. يأتي العفو ليس من الاستضعاف، حتى نفرق بين، ليس من الاستضعاف ولا من الهوان ولا من الذلة، لا، أن الله تبارك وتعالى صحيح قال أن والله أذل على المؤمنين، العفو نفسه فيه ذلة، لكن ذلة لمن؟ احتسبت عند الله، وفي نفسه أنت قادر أن تأخذ الحق، أنت قادر أن تأخذ الحق وتأخذ العدل، ولكن أردت أن تندرج في دائرة الإحسان، والله يحب إيه؟ يحب المحسنين. فهذه من المعاني أيضا كما تفضلت، معاني مهمة جدا أن نتعلمها من الصوم، لأن سبحان الله الحديث مثلا الذي يقول إذا أصبح يعني إذا كان يوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وكذا، قال فإن سابه أحد فليقل اللهم إني صائم، مش كده؟ اللهم إني صائم. طيب، فإني صائم تمنعك من رد إيه؟ رد العدوان. وأساء إليك، فلا تجاريه في الإساءة، مع أني هنا أقول الحق متاح لك، لكن الله قال لك لا، مقام. هنا لاحظ، نقلك الإسلام، نقلك الصيام من تقوى الإيمان إلى تقوى الإحسان. يا سلام. إنه بإمكانك أن تأخذ الحظ وتسيء لمن أساء إليك، وهنا يكون العدل، ولكن الله يقول لك لا، أنا أريدك في الصيام أن تكون فوق ذلك، أن تقول إني صائم، وهذا من الإحسان إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن أيضا يعني نتقلب في القيم والأخلاق الجميلة والدروس والعظات التي حقيقة يعني يكتسبها المسلم والمسلمة في هذا الشهر. كل هذا من إيحاءات القرآن ودروس القرآن ودروس رمضان. هناك أيضا الإنفاق والإيثار، يقول عز من قائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا ربنا عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه أيضا يعني في البذل وفي الإنفاق وفي تنوع أيضا العطاءات لهؤلاء، يعني سبحان الله، سواء كانوا يعني أقربين أو أبعدين، كل هذا مما يعني يحقق إن شاء الله دلالات يعني حقيقة عظيمة في المجتمع، نحب أيضا أن نقف حولها ونتبصرها. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. موضوع الآيات طبعا واضحة، أن الله تبارك وتعالى يعني يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. طبعا هذا فضل الله تبارك وتعالى، أنه يؤتي على الشيء الكثير، يعطي الفضل الكبير والعميم، ويجعل ذلك من الأشياء التي تستحق بها أو يتفضل الله عليك فيها بجنته سبحانه وتعالى. ولكن هنا نلاحظ بأن الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينعكس تقواه وينعكس صيامه بالعطاء والإحسان إلى الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه أجود من مشى على وجه الأرض. ولكن سبحان الله قالت عائشة رضي الله عنها كان عندما يأتيه جبريل عليه السلام يزداد عطاء، فكأنما المدارسة للقرآن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دنياه بهذه الدنيا ويشتري ما عند الله سبحانه وتعالى، فيعطي وينفق. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه يدارسه القرآن. فكأنما فيها دلالة والله أعلم أن الذي يقرأ القرآن يستمع القرآن لابد أن ينعكس ذلك في سلوكه، لابد أن ينعكس
في سلوكه ليكون قريب من الله سبحانه وتعالى في العطاء. جميل. والله عز وجل في موضوع الإحسان يقول لنا والله موضوع الإحسان هو لكم ليس لي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، مش كده؟ ولكن يناله التقوى منكم. فأنت عندما تنفق على خلق الله تبارك وتعالى وهم منك، يعني بشر مثلك، إن أخ لهم في الدين أو نظير لهم في الخلق في نهاية المطاف. فأنت عندما تحسن إليهم إنما تحسن لنفسك قبل كل شيء. إن أحسنتم إيه؟ لأنفسكم. فلا تتصور بأنك بإعطائك للناس مالا أو أعطيتهم شيء ما أعطاك، لا تظن ذلك منة منك، لا، بل الله تبارك وتعالى حرم أن نمتن على الذين أنفقنا عليهم كده. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله عز وجل نهانا عن أن نمن على من أحسننا إليهم. فلا بد أن يكون هذا أيضا مستحضر عندنا في هذا الشهر المبارك، نخرج فيه بإذن الله وقد تعودنا على الإنفاق وتعودنا على العطاء. ونحن إن شاء الله بما أننا في الأيام الأخيرة اليوم تقريبا وغدا هو الأيام التي على الأقل يخرج فيها الناس زكاة فطرهم، لا بد أن يكون العطاء سخيا، وأن ينظر الإنسان إلى أفضل ما في الأسواق ولا ينظر إلى أردأ ما في الأسواق، كما قال الله تبارك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه كده. فالإنسان يعطي ويبذل ويتصدق ويدرك شيء واحد، أن هذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه مسألة الإيثار، مسألة الإنفاق. مسألة الإيثار هذه مسألة زائدة حقيقة، مسألة الإيثار مسألة زائدة عن مسألة الإنفاق. الإنفاق أحيانا قد يكون واجب عليك، فتضطر أنك تنفق وجوبا، لكن إذا تطورت إلى تقوى الإحسان ستنفق رغبة فيما عند الله، نوافل ليس فقط الواجبات. الواجبات هذا أنت أصلا خالص منها، يبقى أنت والله الآن ستذهب إلى ساحة الاستحباب، ساحة التصدق، إلى أن تبلغ مستوى إنفاق العفو. إنفاق العفو هو أنك تنفق كل ما زاد عن حاجتك. هذا طبعا مستوى كبير جدا وقليل من يبلغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض أصحابه على ذلك. يأتي أبو بكر الصديق في غزوة من الغزوات يحمل جميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله. يأتي عمر وهو الرجل الثاني، لاحظ الآن الفروق بين الرجال والفروق، وهذه حالة الناس. يأتي عمر بنصف ماله فيقول له ماذا تركت؟ فيقول تركت له نصف ماله. لاحظت الفارق بين الصديقية وبين دون الصديق. فعلى كل عمر رضي الله عنه ما في كلام، لكنه سبحان الله مستوى الصديقية الذي بلغه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم بكثير، بمعنى أنه تعلق بخالقه وتجرد من كل شيء سواه. وهذه يسميها أهل السلوك وأهل التصوف يسمونها التخلي، وهو التخلي عما سوى الله والتعلق فيما عند الله. فيظل قلبك معلق به، ولا تنظر إلى أن والله موضوع الأرزاق له علاقة بكسبك بتحركاتك، لا. فأبو بكر أعطى كل شيء وينتظر من الله تبارك وتعالى وهو يثق بربه. قال ماذا ترك؟ قال الله ورسوله. فهذه المعاني حقيقة نحتاج أن نبلغها أو نبلغ بعضا منها في هذا الصيام، وخصوصا موضوع الإيثار. الإيثار هو أنك أنت بحاجة إلى الشيء، بحاجة إلى شيء. أنت مثلا في كوب ماء وفي مجموعة عطشة، فيقوم هذا الشخص ومعه كوب الماء بدل أن يشربه لنفسه وينجو بنفسه يعطيه إيه؟ يعطيه شخص آخر. هذا هو الإيثار، وهو وصف به الأنصار الله تبارك وتعالى، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن بالإيثار تبلغ الفلاح، وبالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى تبلغ كذلك مراتب عديدة جدا في الفلاح، مثل قول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فهؤلاء أهل الفلاح، أهل الصلاة، أهل الإنفاق، هؤلاء إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا ممن يبلغ هذه المقامات العليا. وجزاك الله خير. بارك الله فيكم. حقيقة الحديث شيق ويطول، لكن لعلنا أيضا نختم يعني بقيمة من القيم التي يعني هي قيمة عامة في الأمة، اللي هي قيمة الاجتماع واحترام يعني الوقت في التعبد.
وربنا عز وجل يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حقيقة يعني نتربى في رمضان على يعني أن الأمة واحدة تمسك في وقت واحد يعني صيامها، وتفطر كذلك في وقت واحد، ويعني ربما تنتظر عند الإفطار باقي دقيقة باقي. فقيمة الاجتماع وقيمة احترام الوقت يعني هذا جانب. أيضا يعني نفس الاجتماع أيضا يعني في الأسرة مثلا، يعني يكاد يكون يمكن الأسرة في غير رمضان يقل الحضور مثلا، لكن في رمضان الناس تجتمع وتحضر والأب مع أسرته. فهذه القيمة أيضا قيمة، ويعني للأسرة مهمة هذا الاجتماع، لا يكون مفقود في غير رمضان، حتى ما فيه من التفقد، ما فيه من التربية، ما فيه من السؤال. فهذا الاجتماع أيضا إن شاء الله تعالى لو أشير إلى أهميته واستمراريته، لأنه يعني حقيقة يضخ من قيم التربية والتفقد والسؤال والنظر أيضا إلى أحوال الأبناء وأحوال الأم وأحوال الأب. لعلنا هذه القضايا أيضا يعني إن شاء الله نتفضل بالحث عليها واستدامتها في القيم التي نستقيها من هذا الشهر الفضيل. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. أنا في رأيي قيمة الوحدة، قيمة الاعتصام، قيمة الجماعية، هذه من القيم التي ربما تجدها مبثوثة في كل أحكام هذا الدين. يعني أن تبدأ مثلا بالصلاة فتجد أن الصلاة نعم. الجماعة خير من صلاتك في بيتك أو صلاتك كفرد. تأتي إلى الصيام نصوم جماعة. نعم. كل المسلمين يدخلون في هذه التكلفة أو في هذا التكليف الإلهي ويستمرون فيه إلى نهايته، وينتهون في وقت واحد وفي يوم واحد يتحللون من صيامهم. كذلك الزكاة، تجد أن صحيح كل إنسان يؤدي زكاته بمفرده، لكن الجماعية فيها حاضر، بمعنى مجموعة نعم. الأغنياء يجب عليهم أن يخرجوا زكاتهم ليعطوها مجموعة الفقراء، مش كده؟ يعني. فأنت تلاحظ تؤسس هذه الجماعية أو هذه الحالة من الاجتماع. كذلك الحج تتجلى فيه صورة الجماعية بصورة كبيرة جدا. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فتلاحظ الجماعية في أركان الإسلام، الأركان الأربعة بعد شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأركان نعم. كلها تؤكد لنا هذا المفهوم. لماذا نقول الآن نحن محتاجين إلى هذه المفاهيم؟ لأننا الآن تجتاحنا حالة من الفردانية التي تتبناها المنظومة الغربية لتجعل الناس تماما يتحللون من منظومة الأسرة، منظومة حتى الأسرة الممتدة، منظومة الجوار، منظومة الاجتماع المجاور. الإسلام يشدك إلى هذا، لا يشدك إلى الفردانية. يا سلام. لا يشدك إلى الفردانية، يشدك نحو أنك والله تحاول أن تكون مع الناس فيما يتعلق بهذه الأمور. صحيح هنالك فردانية مطلوبة فيما يتعلق بالعلاقة بينك وبين الله، الخصوصيات التي أنت تريد أن تتفرد فيها ليكون بينك وبين الله سر من الأسرار، هذه قضية أخرى، وغالبا هذه تكون في النوافل. لكن الله تبارك وتعالى في الواجبات الكبرى أمرنا إن والله نحن نؤدي الصلاة معا، نزكي معا، نصوم رمضان، نؤدي الحج، نجاهد في سبيل الله، الأعياد بصورة جماعية في شكل شعائر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شكل جماعة، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالجماعية هنا حاضرة، يعني الإسلام لا يجعلك تتخلى عن قضية تتخلى عن الجماعية. أحرص قدر الإمكان، لأن هذه ستؤدي إلى التمسك. وأول نقطة مطلوب فيها الجماعية الأسرة كما تفضلت. الأسرة أن تلتقي الأب وأسرته، أن يلتقوا كل يوم على الأقل في وقت معين أو في وقتين، يلتقوا في السحور ويلتقوا كذلك في الإفطار. وتنشأ بطبيعة الحال نوع من الألفة، وينشأ هنا نوع من الترابط، نوع من التراحم، نوع من الذكريات الجميلة. كثير من الناس قد يكون سبحان الله يعني قليل الارتباط مع أسرته لعوامل أو أخرى، ولكن هذه من الأشياء التي تخلق الذاكرة الجميلة في حياتنا. وبالتالي لا بد كما ذكرت أن نحيي هذه الجماعية إن شاء الله في سائر حياتنا، ونسأل الله التوفيق. بارك الله فيكم. بعد أن استمعنا إلى هذا الحديث الطيب الشيق حول الأخلاق التي نستقيها، وهي كثيرة حقيقة، لكن المؤمن يعني يلحظها ويتأملها ويسعى إن شاء الله تعالى لأن يكون بإذن الله يعني الإنسان يكون يعني كما قيل يكون رباني وليس رمضاني، يعني لا تنتهي هذه الأخلاق وهذه القيم وهذه المكاسب التي عاشها في هذا الشهر الفضيل لا تنتهي بخروج رمضان، وإنما هي مستدامة، وهو مع الله وهو رباني في
أن يسير بإذن الله تعالى استفاد من هذا الدرس العظيم، من هذه الدورة المكثفة التي كانت في رمضان في مختلف يعني جوانب السلوك والأخلاق والتعبد والعلاقة مع الله عز وجل، وبذلك بإذن الله تكون التقوى حاضرة في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لختام مقبول من الله عز وجل بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بليلة القدر حتى بإذن الله نسعد في دنيانا وآخرتنا. بهذا نختم لقاءنا هذا، نشكر لكم حسن مشاهدتكم واستماعكم، ونشكر لفضيلة الشيخ ما قدم لنا من التوجيه وهذا الذكر العظيم. أسأل الله أن نلتقي على خير بإذن الله بعد حلول العيد علينا، ونقول عيد سعيد مقدما إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.